السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتمنى تكونوا كتشوفوا هاد الفيديو وانتم في صحة وأحوال جيدة، وكيف ما وعدتكم في الفيديو السابق باللي ما غاديش نغبر عليكم وباللي غادي نرجع نبارطاجي معكم الأطباق ديالي. وهنا كيف كتشوفوا معايا شاركت معكم البركوكش التونسي، أو نقدروا نقولوا البركوكش الكابسي اللي كيجي أكثر من رائع مع صر البنة ديالو. وهنا كيف كتشوفوا حنايا على ابواب فصل الصيف، وقلت اجي الطقس جانا واحد النهار بارد، قلت علاش لا ما نستغلش الفرصه ونديرو نحيد منه شهوتي، ومنها في نفس الوقت نشاركه مع احبابي وصحابي. جانا البنات واحد الطقس اش نقول لكم، 4 الفصول في النهار، البرد والعجاج والريح والشتاء وكل شيء. وقلت هذه هي الفرصه ندير البركوكش قبل ما يجينا الصيف نحيد منه شهوتي. وهنا كيف كتشوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله هاد القصعه ديال البركوكش اللي جات غزاله. وننتقلوا على بركه الله لطريقه التحضير. هنايا عندنا برمه اللي درنا فيها الزيت، والزيت البنات كنحاولوا ما نكتروش، نديرو غير القياس باش ما يجيناش البركوكش ديالنا ميدم بزاف ومزيت بزاف. وهنا غادي نشدو بصله متوسطه ونحاولوا نقطعوها ماشي كبيره ماشي صغيره في هذاك الزيت اللي درنا. وهنا البنات كيف كتشوفوا ضفت القديد ديالي، هذا قديد تونسي مقدح عكوزتي الله يعطيها صحتها ويطول عمرها. القديد كيديروا بحال القديد ديالنا ديال المغرب، ينشفوه كلشي من بعد كتقليه في الزيت. انا ضفت الفول والحمص اللي انايا منفخاهم في الماء ودايرهم في الكونجيلاتور. من بعد البنات غادي نبدا نضيف التوابل ديالي. هنا كيف كتشوفوا معايا ضفت معلقه ديال الكركم، معلقه صغيره ديال الكركم، من بعد غنضيف معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. عرفتي البنات تبعوا غير هاد الطريقه اللي كنقول لكم غيجيكم غزال. هذه معلقه صغيره ديال الهروس، وكنقول لكم اللي ما كيبغيش الحار يقدر يستغنى عليه، واللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه، خاصه المتتبعات ديالي في المغرب، يعني راه ماشي ضروري. هنايا ضفت 2 معالق كبار ديال مطيشه الحك او طماطم معجونه. هادو البنات هما العطريه او التوابل ديالي. غتبقى لينا غير الثومه والحوار غنضيفهم من بعد. دابا ضفت هادو غادي نقليهم، ونحاولوا البنات ما نجهدوش البوطه، تكون النار مهيله باش ما تحرقش لينا التوابل ديالي. هنا غادي نضيف باقي المكونات، غادي نضيف الحلبه كيف شفتوا معايا، وراه نضيف حتى العدس، واني ما غنضيفوش دابا، عندي هاد العدس في ساعه كيطيب غنخليه من بعد ونضيفه. دابا ضفت غير هاد الحبوب اللي غتاخد لنا وقت طويل، الفول والحمص والحلبه، والعدس نخلوه من بعد ونضيفوه. وهنا كيف كتشوفوا بديت كنقلل المكونات ديالي، والبوطه ما مجهداش ليها، النار خاصها ديما تكون متوسطه باش ما تحرقش لنا العطريه وتحرق لنا ديك الطماطم معجونه. مطيشه الحك دغيا غتحرق، غتعطينا مذاق اخر، وحنا بغينا نحافظوا على المذاق ديال القديد. وحاجه واحد الملاحظه البنات، هنايا ضفت الماء سخون، وكيف لاحظتوا راني ما ضفتش الملح، لانه القديد كيف كتعرفوا معايا كيكون مالح. قلت خليه يبدا يطيب ويطيبوا المكونات، ومن بعد نشوف واش خاص الملح غادي نزيد ليه. قلت خلي القديد يطيب ويطلق ملحته ونشوف. هنايا ضفت الخيزو او الكاروت، وكل واحد شنو كيقول ليه. ومن بعد ضفت معلقه صغيره ديال الحوار، وهنايا عندي 2 رؤوس ديال الثومه غادي نعصرهم. وهاد المرحله البنات مهمه، كتعطي البركوكش ديالنا واحد المذاق غزال. نتمنى تجربوها بالطريقه هذه. انا البنات ما كنتش كندير ليه كاع الثومه بحال هكا، حتى واحد النهار قالت لي مرت له سيره بالثومه كيجي بنين، جربته جاني بنين. ايوا بديت كنديرو بالثومه، بصراحه كيجي غزال بالثومه، كتعطي واحد الاضافه وواحد النكهه وحده. هنايا شدينا البركوكش ديالنا، درنا ليه الملح ودرنا ليه معلقه صغيره ديال الكركم. اما الملح كيف كتشوفوا معايا على حسب الذوق ديالكم. وضفنا الزيت وغادي نخلطوا كل شيء. هنايا بعد ما فتلناه مع الزيت كامل
غادي نضيف كاس ديال الماء كيف هتشوفوا معايا في لا فيديو. في الاول كنضيفوا نصف الكميه ديال الماء وكنحركوا حتى كتشرب، ومن بعد غادي نضيفوا الكميه اللي باقا لينا تاع الماء. وهنا البنات كيف كتشوفوا معايا غادي نبقى نحرك البركوكش ديالي حتى يشرب لينا الماء ويولي ناشف عاد غادي نديرو يطيب. وهاد المرحله البنات راه مهمه في الاول، وواحد الحاجه ما ديروش يطيب وهو باقي فيه الماء، خاصكم تخلوه حتى ينشف تماما من هذاك الماء كيف كتشوفوا معايا، عاد ديروه يطيب باش يطيب معكم مزيان وما يعذبكمش، حيت عارفين البركوكش كيبغي الطياب. وهاد المرحله اش كديروا ليه الماء في الاول كتساعدو يطيب. وهنايا غادي نحطوه باش نديرو الطفيره الاولى، وقبل ما نحطوه يتفور الطفيره الاولى هاني ضفت العدس. اش بقى لينا؟ تبقى لينا البطاطا غنضيفوها اخر حاجه. وهنايا هاني درت البركوكش ديالي الطفيره الاولى. واحد الملاحظه، انا البنات ما كنغطيش بالغطاء ديال البرمه ديالنا، كندير ليه زيف من الفوق باش يبدا يتنفس وداك البخار يخرج، ماشي يبقى يرجع عليه يعجل لينا الكسكسو ديالنا او البركوكش. هاد القضيه انا كنديرها لا في بركوكش لا في كسكسو، ديما كندير غير الزيف من الفوق، ما كنديرش الغطاء ديالو، حيت لا درتي الغطاء ديالو داك البخار كيبدا يرجع عليه وكيعجنوا ليك. وهذه الطفيره الاولى كيف كتشوفوا معايا. هنايا جبت كاس تاني تاع الماء وغادي نبدا نضيف كيف الاول غير نصف الكميه ونحرك، من بعد نضيف الكميه الثانيه. راكم عارفين طريقه ديال الطفوار، ديما تحاولوا فاش تديروا الماء تسناو وتعطوا الوقت للكسكسو ولا البركوكش ولا السميده ولا التيشه ولا اي حاجه كتفوروها، تعطوها الوقت حتى تشرب، عاد ترجعوها تفور المره الثانيه والثالثه. كان ترجعوها تفور وهي فيها الماء ديالها راه غادي تعجل لكم. وهنا كيف كتشوفوا معايا كنحرك بيدي، واني راه كان سخون البنات، كنحرك وكنتحرك، لاني ماشي مشكل. الواحد راه مرات كتقولي نخدم باش نحرك حاجه ديال الخشب ولا، واني كنقول راه الا ما درتي يديك راه ما حسيتي، راه ما كتعطيكش خاطرك. سبحان الله، ضروري تخدمي بصباعك وبيديك. ايوا البنات كيف كتشوفوا معايا هنايا قبل ما درت رجع الطفيره الثانيه اني لحت البطاطا درتها طيب مع الخضره اللي مع الكاروت مع المرقه. وهنايا درت الطفيره الثانيه بعد ما تفور الطفيره الثانيه. هنايا جيت ندير ليه الطفيره الثالثه. والطفيره الثالثه البنات ما درتهاش بالماء عادي، درتها بالماء ديال المرق ديالنا ديال البركوكش باش نديرو يفور الطفيره الثالثه، ولكن درتو بالمرق ديال البركوكش. هنايا بحال كنقولوا كنعطي لكم النكهه البركوكش ديالنا. وهاد المرحله مهمه وغزاله كيديروا هاد التوانسه في الطياب ديالهم. ديما ديك الكسكسو ولا البركوكش كيسقوه بالماء بالمرقه ديال، يعني كيف كنقولوا حنا بالمرقه او البلول كيسقوا به كيجي غزاله البنات. وهنا بعد ما سقيتو بالمرقه ديال البركوكش حركته وغطيت عليه خليته يشرب شويه. وهذا هو البركوكش ديالنا بعد ما رجعته فار، خليته غطيت عليه وخليته شرب ورجعته من بعد يفور. وهنايا بعد ما جبدته من الطفيره الثالثه هاني قديته في القصعه ديال التقديم. وهذه هي المريقه ديالنا. مشاهدكم البنات عرفتي جات غزاله بنينه بنينه بنينه، نتمنى تجربوها. وهنا ما بقى لي غير غادي نستف البركوكش ديالي من الفوق. عرفتوا البنات راه صحي هاد الوصفه غزاله. انا راه دابا قرب عندنا الصيف وبدا الجو بحال كيدفى شويه، عرفتي استغليت هاد النهار اللي طاحت فيه الشتا، قلت هاد النهار اللي طاحت فيه الشتا غادي ندير هاد البركوكش حيت بصراحه راه كيجي بنين. ايوا البنات هذا هي وصفتنا تاع اليوم، هذه هي الطريقه ديال البركوكش الكابسيني. كنتمنى تجربوها وغادي تعجبكم. واهم حاجه انا كيعجبني نجيب لكم الوصفات الصحيه وفي نفس الوقت يعني ماشي صعاب، والمكونات كيكونوا متوفرين في اي بيت. نتمنى تجربوهم البنات، نتمنى تجربوهم. وحتى اللي ما عندهاش دابا الجديد العيد الكبير قريب
ايوا احتفظي بالوصفة حتى العيد الكبير وجربيها ورجعي عليا الخبار. يلا ما بقى لي نقول لكم غير بسلامة، وما تبخلوش عليا بلي اللايك ديالكم والتعاليق وتشاركوا الوصفة مع احبابكم، ولايك البنات وشي تعليق زوين بحالكم. الله يحفظكم وشكرا لكم من القلب. راني كنقرا التعاليق واحد بواحد وكان